السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناه مطبخ ناديه بلوزيه. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم هذه الكيكه ديال التفاح ومنسمه بالقرفه وفيها المكسرات. صراحه راه كتجي بنينه ولذيذه. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال السكر، وعندي الكركاع او الجوز، عندي ديروا بين 70 و 80 غرام. عندي هنايا 3 ديال التفاحات صغار، الا عندكم كبارين على هادو ديروا جوج. وعندي سكر الفاني غنضيفوا التفاح من غنقطعوه. وعندي القرفه راس ملعقه صغيره ديال القرفه غنضيفوهم هاد جوج التفاح. الا بغيتو ديروا اقل من الكميه ديال التفاح ممكن. عندي 280 غرام ديال الدقيق، عندي خميره الحلويات 12 غرام، وعندي الزيت 200 مليلتر، والحليب 100 مليلتر من الحليب. غادي ناخذوا الضرب الكهربائي، او انا غناخذ العجانه. غنضيف 3 ديال البيضات وغنضيف السكر صافي، وغادي نضرب البيض مزيان حتى يولي اللون ديالو فاتح او يطلع البيض. في هاد الوقيته اللي البيض ديالنا كيضرب غادي ناخذ داك 3 تفاحات صغارين. الا عندكم تفاح صغار ديروا 3، الا عندكم كبار ديروا جوج. غنقشرهم الاول وغادي نقطعهم مربعات. التفاح ديالي كنت غسلته ونشفته. صافي، من بعد ما قطعنا التفاح ديالنا على شكل مربعات صغارين، غادي ناخذ السكر الفاني غادي نضيفو للتفاح، وغنضيفو القرفه ديروا غير راس معلقه صغيره ديال القرفه صافي. ونخلطوا هاد المكونات التفاح مع السكر الفاني والقرفه، وغادي نخليو جانبا. دابا غادي ندوزو للبيض. السكر اللي ضربناه مزيان كيوليو على هاد الشكل. دابا غنضيفو الزيت والحليب، ونبداو نضربو غير بشويه وصافي. ممكن تاخدو الضرب اليدوي صافي. من بعد ما نشوفوهم تخلطوا مزيان غادي نحيد هذه صافي، ما غاديش نحتاجها. غادي نضيف الدقيق وخميره الحلويات، غادي نغربلوهم بطبيعه الحال. صافي، ونبداو نخلطو غير بالضرب اليدوي او بشي معلقه هكذا. صافي، من بعد نضيفو داك الجوز اللي طحناه، نضيفو الخليط. ما تطحنوش بزاف حتى يولي حتى يطلق الزيت، غير تشوفوا انه مطحون كيبقى ما كيجيش كيفاش نقولوا يعني بحال البودر. كيبقى داك الجوز شويه حرش، ولا تطحنوه مزيان حتى يطلق الزيت، لا طحنوه غير شويه. المهم ما بقاش فيه ما يبقاش مهرمش بزاف. عاوتاني راني وريت لكم قربت لكم الكاميرا كيفاش غطحنوه. دابا غنضيفوا التفاح وغنبداو نخلطوا داك المكونات. المهم بالنسبه للجوز ماشي مهرمش، ماشي مطحون حتى يطلق الزيت ديالو ولا يولي بودر. صافي، غادي نخلط داك المكونات، وغادي الفران اللي سخنته على 170 درجه.
غادي ناخد هاد المول اللي درت له ورق الفرن ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صراحه كنت بغيت ندير هاد المول من بعد غيرت الراي ديالي، غندير في هذا. بالنسبه للفران سخنته قبل ما نبدا في التحضير ديال الكيكه صافي بهذه الطريقه، وغادي ندخلوه للفران على 170 درجه من الفوق والتحت. غادي ياخذ لكم 38 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. المهم من بعد ما دازت الوقت ديال طياب الكيكه ديالنا غنخرجوها بطبيعه الحال. غادي ندخلو فيها واحد العود، واش طابط ولا لا. ضروري هاد الطريقه ضروري خصنا نديروها للكيك. من بعد غادي نقدمو مزيان هكذا بالسكر كلاصي، وغادي نقطع لكم. ضروري تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. الصراحه هاد الانواع ديال الكيكات كيجيو بنانين، وخصوصا منين كيباتوا اللي فيهم هكذا القرفه والتفاح والمكسرات راه كيجي خطير. شوفوا كيفاش كيجي في الداخل، كيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الصلصه ديال الفاني اللي ضفتها فوق على الكيكه، هذه فقط كاقتراح او كفكره، لان صلصه الفاني دائما كتواتي التفاح مع القرفه والمكسرات. مثلا كيكون العجين مورق معمر بالتفاح والقرفه، دائما كتواتي هاد الصلصه كتجي معاه بنينه بزاف. ولكن الكيكه ديالنا راها بنينه سواء بالصلصه او بلا صلصه، كتجي لذيذه بزاف. انا هذه غير كاقتراح وصافي. بالنسبه للصلصه راه كتباع بودر، انا شريتها بودر وكتخلط مع الحليب والكريمه. بالنسبه هنايا في اوروبا موجوده. بالنسبة في المغرب كاينة حتى موجودة في المغرب صلصة ديال الفاني. هادي اقتراح، ماشي ضروري أنكم تضيفوها على الكيكة ديالكم. كما كتشوفوا هنايا كنوريها لكم بلا صلصة. الصراحة كتجي هشيشة وبنينة هاد الكيك. قلت لكم خصوصا من كتبات هاد الأنواع ديال الكيكات اللي فيهم المكسرات والقرفة، ولا كيكون فيها كاينين ديال البنان وديال التفاح، منين كيباتوا كيزيدوا عاد في البنة ديالهم. شوفوا كيفاش كتجي هشيشة، راه كتجي هشيشة. المهم غنوري لكم داك البودر اللي استعملته. الصلصه هذه هي كتخلط مع الحليب وشويه ديال الكريمه، غير 100 مليلتر ديال الكريمه وصافي، و250 ديال الحليب. كتخلط غير بالضرب اليدوي، ما طيبوهاش. المهم نتمنى تعجب لكم الوصفه ديال اليوم، وشكرا مره اخرى مع وصفه جديده.